بسم الله الرحمن الرحيم. نقول اسم مجرور دبا بحرف جره أو بإضافة اسم على معنى اللام إلى الفريانشي. يا بإضافة اسم كسر معنى لامي كغلام زيدي، وغلام هاتف با زيدي سر معنى غلام لزيدين. أو من يا إضافة اسم سر معنى مني إضافة سر معنى مني هي وكخاتم وحديد يعني خاتم من حديد وستيل كاش حسن. أو في يا إضافة سر معنى في وكمكر الليلي يعني إضافة مضاف لي ظرف به شو زمان شو مكان يعني مكر في الليل. وتسمى معنوية وإضافة جد إضافة معنوية. شو ما بين معنوي؟ لأنها للتعريفية والتخصيص، شنكي وقت مضاف بالمعرفة بمعرفة به، مضاف بمعرفة به، بس مضاف بالنكرة به خاص به. بس تقول غلام رجلين، غلام إبراتيش بدركت وخاص به نوري. بس لو ما بين إضافة عن شي فايدة معنى كده كوجا تعريفة مضاف بالمعرفة يا تخصيصه مضاف بالنكرة. تمام. أو بإضافة الوصف إلى معموله، يجي اسم مجرور به بإضافة وصفه بالمعموله، أو وصفه ما شي اسم فاعل به شي اسم مفعول به شي صفة مشبه. بس كبالغ الكعبة مثل إيه جشتك كعبة، جشتك كعبة أفسر كعبة مفعول به أنا بيم بكيم ضاف ليه نوري. بس ومعمول الداري إيه مالاوي آفا فاي نورمالدان يعني معمولة دارو هي نورمالدان نابف عليها فاي حتى إذا فكر باري فمعمولة. بس وحسن الوجه أصل يكون نورمالدان حسن وجهه هي بس فاي هاتي افعال صفات مشابهه ايجا هاتي دارك بال وشي طبي فيا هو مضاف بال نابي فعلي وفعلي لكن منصوب كنسر تشبيه اضافه قلوبات عم كي بس بس لك الدنيا. وتسمى لفظيه طبعا اضافه جد من اضافه لفظي، اضافه صفات بال معمولي جد من اضافه لفظي. شما لانها لمجرد التخفيف شو صادر جبو تخفيفه. تفكيش كده لما فرغتوا بس بسهوله بس وقت أزفال أبو من ذكر المجهول بالحرف، ذكر المجهول بالحرف جواب لما شرعت في ذكر المجهول بالإضافة بدأ سبيكر تبعث مجهول بإضافة. وقسمت إلى قسمين جاج قسم كل بعض لقسمة. بس أحدهما يجي أن لا يكون المضاف صفة مضاف إليه معمولا لها، مضاف من نفس صفتك مضاف إليه معمول به جملة حالية، مضاف من نفس صفتك مضاف إليه معمول به. وقت تقول يعني هادو سراب تلابن بس يكون هادو سراب تلابن سي حبش بني دالتين بس غلام زيدين نجفي قسمية شو مضاف بس إلى صفات مضاف إلى معمولية. ضارب مثلا تقول كاسب عياله، كسب عياله خدنا مفعول به كمضاف صفته ومضاف إلى معمول به. بس أبجي بردكات ياجي معمول به ونفس صفته تقول ضرب اليوم ضرب مصدر عمل كما نصفته نيس فعل نصف نصفة شبه نوري. بس بس هل سي وأعطيكم بفي عباري هل سيج بريدتي تمام. بس هل سيج فانا نإضافة لفظينة نوري بس يعني هل سيج فانا إضافة معنوية. بس چه مضاف صفته مضاف إلى معموله به، چه مضاف صفته مضاف إلى معموله به، چه مضاف إلى معموله و مضاف إلى صفته به. بس هر سيج بنا إضافة معنوية. تك بس إضافة لازم كيجي مضاف هم مضاف صفته به هم مضاف إليه يجي معموله به. بس أول شيء إضافة أول إضافة لفظية. تمام. فهمت كي؟ بس بس ويخرج من ذلك بني في بتك بقول جبني درتين ثلاث صور سي شكل بدرتين. إحدى يجي أن ينتفي الأمران معه، صفة تيجي تنبه معمول تيجي تنبه كغلام زيد يبقى مضاف من نفس صفتك مضاف المعمول إليه، مضاف من نفس صفتك مضاف من مضاف نفس صفته مضاف إليه معمول إليه. بس إذا بيجي إضافة معنوية ذاته. الثانية تريد أن يكون مضاف صفة مضاف صفة أما ولا يكون مضاف إليه معمول تلك الصفة أو مضاف إليه معمول إليه. وككاتب القاضي كاتب القاضي ما قاضي أصدك ما قاضي مفعول به ما تشا قاضي أصناك ش قاضي را كاتب ديتك. بس كاسب عياله إيش عياله أخرى شغله ما عياله خد شغله السروان شغله جبوان شغله نوري. بس ميزا أزيد مضاف إلى صفته مضاف إلى معمولية أفجي داي قلت مضاف صفات مضاف إليه معمولية أفجي بدلكات. والثالثة إيسا أن يكون مضاف إليه معمولا للمضاف وليس المضاف صفته، مضاف إليه معمولا ومضاف إلى صفته. نحو ضرب اللصي بس لص يقول دسخس مصدر عملت كه هاتي إضافة كبار مفعول يا أخوي أما ضرب ده صفته بس جيبوي قاسي اف جي نم مضاف ن صفتك مضاف الى معمول بيه معمول ما نصفته اف جي بدك شو بس عباره ما اقول اف جي بدك يا وهذه الانواع كلها
تسمى الإضافة فيها إضافة معنوية. ما هر شيء جريك ما جو شكلك ما جو إضافة دوان تقول إضافة معنوية. مم. فهمت كيف؟ بلس. وذلك السبب لأنها تفيد أمرا معنويا. فإذا أمرك معنوي ده وهو التعريف إن كان مضاف إليه معرفة. فإذا تعريف ده غير مضاف إليه معرفة به. نعم غلام زيدي فاتي إضافة با زيدي غلام زيدية أو قص أوش بلس. معرفة به. والتخصيص إن كان مضاف إليه نكرة. فإذا التخصيص ده غير مضاف إليه نكرة بك غلام امرأتين يعني خاص يعني هنكي وي أوتك sınırlandırmıştık. تقول غلام امرأتين غلام رجل بدلك. بلس. ثم إن هذه الإضافة على ثلاثة أقسام. الإضافة ما ست. بالسلسلة قسمين. أحد أن تكون على معنى في سمعنا فيتي إضافة معنوية. بلس. وذلك إذا كان مضاف إليه ظرفا للمضاف مضاف إليه ما ظرف مضاف إليه. وقبل مكر الليل مكر في الليل. الثاني أن تكون على معنى من سمعنا مليتي. وذلك إذا كان مضاف إليه كلا للمضاف مضاف إليه كل به أصلي به. ويصح الإخبار به عنه والصحيح به إخباره بمضاف إليه فيش مضاف ما الكبر كخبر. بلس. وكخاتم وحديد ميزة حديد كل خاتمه يعني قصير الشيش أوه حسنة. يعني بلس. حسن أصلي قصير كه. وتقارب بيجي الخاتم وحديد أف قصير حسنة. بلس. قريب كده ده خبر جي أفيا بوشي إضافة صار معنا منيش فيها إضافة بياني جي. تمام. وباب صايعين ورا ميزة مضاف إليه أصلي مضاف إليه أصلي ويه. شو أفضل الشيء سينجي سينج ليش سينجي بلس. سينج دارك إيه. بلس. فهمت كي وتقارب في خبرجي الباب ساجن وليس في إضافة سر معنا من إيه. تمام. الخلاف نحو يد زيد ميزة الفرجي زيد أصلي يديه أما نوري بلس. زيد أصلي يديه أما تذكاري كي خبر تذكاري بيجي اليد زيد مدرس زيده ناس. بس نزيد تذكاري وشغل ديان نقول إضافة سر معنا من إيه. أنا نا يد من زيد يد لي زيد إذا فسر معنا الله ما يلفر. شو إذا بلس. فسر معنا من إيه بقى هم مضاف إليه أصلي مضاف به هم قالت كاربي مضاف إليه كخبري مضاف. بلس. ماذا فإنه لا يسوى أن يخبر عن اليد بأنها زيد. نصح حكولا خبر كنش يدي كن بيجن زيد يعني زيد من خبر يدي جنابه. بلس. الثالث إيسيا أن تكون على معنى اللام كذا فسر معنى لامية وذلك فيما بقي كنا يصير معنى فيه به يعني مضاف إليه نظر في مضاف به. نصير معنى من به مضاف إليه كل وحمل صحيح نور به بتبقى خبر نبه ونصح إذا فسر معنى لامية. بلس. فالهديان من إذا فسر معنى لامية. لو غلام زيدين ويد زيدين. فهمت كيف؟ بلس. غلام لزيد يد لزيد. القسم القسم الثاني مهر تمام. تمام. فرق. ناس. قسم يدو يكون مضاف صفة إذا مضاف ما صفة به والمضافين معمولا لتلك الصفة مضاف ليش معمولين به. ولهذا إذا ثلاث صور في رجع إنسا شيء شكلنا. بلس. حد ويجوان إضافة اسم فعلي وكهذا ضارب زيد الآن أو غدا. أف ضاربة زيدية أنها يا سبي. شما الآن أو غدا بيجي اسم فعل مزاج بوك عمل بك يا معنا حال أو استقبال به. بلس. يعني إضافة لفظي جرى مضاف إليه محمول به. يفعل كارب عمل به لما الآن وغدا دابري شو يفعل معنا ماضي بعملناك إضافة يبقى معنوي. بلس. فهمت كيف؟ بلس. والثانية تؤيد إضافة اسم مفعول وكهذا معمول الداري سأل أنا أو غدا شو اسم مفعول جي وشو عمل كي مال حالي ما استقبالي به. بلس. طيب معمول هاتي دفن بالضاري. والثالثة إضافة صفة مشبه باسم فاعلي إضافة صفة مشبه باسم فاعلي. وهذا رجل حسن الوجه إيه شو فيها ضامن معنا ثبوتيه. فيها بلس. ضامن معنا ثبوتيه صفة مشبه. فهمت كيف؟ بلس. وتسمى إضافة لفظية تجرد من إضافة نفس. ضانتها شما لأنها تفيد أمر اللفظ فائدة معنوي ناده بمعرفة نام بتشكي نابه. فائدة بلس. شدة فائدة أمرك لفظيته أول شيء هو التخفيف فائدة تخفيفه. شوا إذا لا يرى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا. وقت مفعول بو ماذا تنوين جهة بو ضارب وقت ما إضافة أنا أصلا تنوين شو وتخفيف. بلس. وكذا الباقي مرجعين وريناه. ولا تفيد تعريفا ولا تخصيص إضافة لفظي فإذا تعريف تخصيصي نادر. ولهذا جبوف قاسي صح وصف هديان ببالغة مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. صحيحة أم هديان وصفكم بالغة يعني بالغة بكن صفته هديان وتفرق بالغة إضافة بالمعرفة هديجي نكره. بلس. demek ki eğer fayda mع التعريف بدانا قال بالغة نمنا صفته هديان تيجي موصوف صفته موصوف
جالك هردوج معرفة بين موصول معرفة جالك صفة معرفة بس به صفة معرفة جالك موصول معرفة به يبقى بس ما كده صفة دي بالغة فائدة تعريف هنا ده لو ما بيا صفتي هدي أنت كده كده فائدة بس تعريف بدنا فهمت كيف بس والصحة مجيء ثانية حالا جبوي قاسمة سجبوك إضافة لفظي فائدة تعريف هذا ثانية بيا حال مع إضافة المعرفة في قول تعالى ثانية أطفي هل بكتي إضافة مال معرفة في آية ده من الثانية إضافة مال أطفي أطف هذه إضافة مال هاي بس أطف معرفة بيه çünkü إضافة مال هاي إضافة معنوية أما الثانية معرفة نبيه çünkü إضافة صفة بال معمولة به بس جبوي قاسي بيا حال ثانية حالة حال ما تقول ولا تكونوا إلا نكرة بس حال نكرة به إذا شو بلا نكرة çünkü إضافة لفظي فائدة تعريفه ناده أفي نشانة كو دمكي إضافة لفظي فائدة تعريفه ناده ضامنة كلا لفنا قدها بس بديها بس بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين